من لا يبالي بإحراق البلد هل يبالي بتقسيمها؟ إذا كنت لا تبالي بإحراق البلد فهل تبالي بتقسيمها؟ ليبيا الذي يقسمها ومبعوث الأمم المتحدة كما أشرت، وكلام صريح، وليس الثورة على الإطلاق، وليس الثورة على الإطلاق. إذا خليه المشاهد. لا أنا عندي مثال عملي واضح في ليبيا يا دكتور عشان ما تبقاش المسألة تصريحات. بدأت الثورة في شرق ليبيا في بنغازي، ثم أوت إلى غربها إلى طرابلس. الآن حفتر اللي هو عدو الثورة في الشرق في منبت الثورة الأول. إذا الثورة لا تبالي بغرب ولا بشرق، الثورة لا تريد أن تقسم غرب عن شرق. لو أراد الثوار أن يقسموا الشرق الذي اندلعت فيه الثورة أولا عن الغرب الذي كان مواليا للقذافي حتى اللحظة الأخيرة لفعلوا. تفضل. الثورة على من الآن في ليبيا؟ يعني يتحدث الدكتور عن ثوار مضادة، ثورة على الثورة القذافي قتل. لا، هو مين قال ان القذافي هو النظام؟ الشعب يريد اسقاط النظام. يا اخي سقط القذافي، لماذا القذافي مش هو النظام؟ بس بعدين بدي لك شغله. خلينا الوقت. يتحدث الغرب عن اسقاط النظام في سوريا ويقاتل النظام وهو يعلم ان هذا النظام هو النظام الذي يحمي الاقليات ويمنع التقسيم. هاي صحيفة التايم. بالمناسبة هذه الصورة مفبركة. لا التايم ما لا يا سيد هاي التايم مش صحيح حياتك بالصحيح. يا دكتور والله دورت عليها بالصحيح. زمانية ليش مو صحيحة؟ يا شريف بيك في 20 صورة الناس بيسجدوا لصورة الأسد. عفوا في 20 صورة الناس بيسجدوا لصورة الأسد في سوريا. لكن الواحد لازم يعتمد على السيد القدسي. خلينا بس تريد أن تعرف بس يا سيد شريف بس بدك تجاوب لي على هذه النقطة. كلامك مهم. عم بقول لك الرجل كفانا استخدام الثورات كبعبع لنقول للشارع العربي هذه تريد أن تقسم. الثورات ليست مسؤولة عن تقسيم أي شيء. في سوريا الذي يريد أن يقسم سوريا هو النظام. في ليبيا النظام دقيقة. في تونس النظام. في ليبيا مصر الأمم المتحدة ولا راح يقسم. الثورة المضادة. لقينا فيلم بليبيا الثورة المضادة، بمصر الثورة المضادة، في تونس الثورة المضادة، بالعراق الثورة المضادة. عفوا وكانت خليني سؤال المليون ريال. من سيربح المليون؟ ما اذكر اسم دولة واحدة قسمتها الثورة واربح المليون ريال. ده سؤال المليون ريال. اذكر اسمها. انا ذكرت لك اسماء دول قسمتها انظمتها وقسمها الغزو. تسعى الى تقسيم العالم العربي وهذا الامر معروف، لكن نجحت ما نجحت هون بيت القصيد. انا اقول لك كل الثورات التي قامت في العالم العربي تعال لنرى نتائجها ونبحث في أسبابها ونرى ما قبل الثورة. دقيقة يا دكتور، دقيقة ما تاخذوني بالعبطة. أنا بدي لك شغلة. أنت بتآمن بالصحف الأجنبية؟ طبعا نعم طبعا. شبكة CNBC المتخصصة بالأخبار الاقتصادية نشرت تقريرا بالعام 2011 تحدثت فيه عن الوضع السوري. قالت قبل آذار من عام 2011 كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90% من لحظة. بدك تعرف سوريا كيف كانت عايشة؟ والله بعرف، بس أنا يا سيد شريف أنا ما بدي، أنا هذه بنعملها عن سوريا حلقة خاصة. أنا بدي أسألك، أنا بدي أرجع لموضوع من يقف وراء الثورات، هذه مهمة. أنا بدي أسألك من الفيسبوك، إذا كانت الثورات مفتعلة من الغرب فلماذا لم يدعمها بالاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية؟ الانقلاب على مرسي خنق الانقلاب على الانقلابات في أكثر من مكان، أوكي؟ دمرت في تونس وفي اليمن وفي ليبيا وإلى ما هنالك من كلام. كل هذه شواهد تؤكد أن الثورات كانت عفوية وشعبية، لكن الغرب استغل لمصالحه. هذا هو السؤال. بس أنا بدي أسألك يا أخي، بأوروبا الشرقية الغرب كان وراء الثورات وهو الذي حرض على الثورات، لكن انظر ماذا فعل بعد تحريضه على الثورات. نقل أوروبا من الطغيان الشيوعي إلى الديمقراطية. إذا الغرب كان وراء. طيب إذا كان عندنا يريد الثورات لماذا لم يدعمها؟ بس أنا بس مشان الغرب يريد الفوضى ولا يريد الثورات. يا أخي الغرب يريد الفوضى. طيب. الغرب لا يريد أن ينتصر أحد. الغرب يريد هذه الحالة التي نشاهدها، قتال بين الطرفين، بين الحكومة وبين المعارضة. الغرب يريد المشهد في ليبيا النفط يسرق. الغرب يريد المشهد في سوريا أن تتحول سوريا من دولة نموذجية ليس عليها دين قرش واحد إلى دولة مديونة وعليها 200-300 مليار دولار الآن من أجل إنتاج
الجديد الغرب يريد تدمير سوريا. هذا أمر واقعي، لأن الغرب يتفق مع إسرائيل، وإسرائيل عدوتنا جميعا. إلا إذا كان عندنا أنا ما عنديش ليس لدي عدو على يعني الفرنسي يحكي الهم السوري إذا كان لديه بيت أو مسكن أو سيارة. طيب بس خليني اسالك على التقسيم وروح لك شويه على التقسيم. احمد فدعوس الرمضان من الفيسبوك يقول لك: لا يحق لنظام البعث او لنظام الاسد اتهام الربيع العربي بانه صناعه خارجيه لتفتيت الدول العربيه، لان بيع لواء اسكندرون والجولان من منجزات الحركه التصحيحيه، وسايكس بيكو بريء من بيعهما لتركيا واسرائيل. كيف ترد عليه؟ شوف دكتور، إذا نحن بدنا نفوت بكلام ترهات ولو هذا حقيقة دقيقة، أنت تعرف دقيقة مين اللي أعطى اسكندرون؟ مين اللي أعطى الجولان؟ مش الثورة. لحظة، أنت تعلم كيف قسمت الدول العربية سابقا، لك روح شوف مين باع فلسطين، روح شوف مين باع سيناء، روح شوف مين باع المناطق العربية كلها. جرى تقسيم المنطقة بعلم العرب وبعلم حكام العرب السابقين، وكل ما يحكى عن ثورات أنا أعتقد أنه كاذب بالمطلق. يا سلام عليك، بدي أسألك بس لا، أنا كمان لدي شواهد كثيرة مثل ما أنت أعطيت شواهد، لدينا شواهد. طيب أنا كيف تريد مني أن أصدق بأن الثورة في سوريا كانت حقيقية وشعبية إذا كنا قد سمعنا مش من أي شخص، الوزير الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولاند دوما قال لقناة LCP الفرنسية حول الأزمة السورية والتدخل في سوريا إنه كان في لندن في عام 2009. إمتى؟ في 2009 دعي إلى مؤتمر في لندن في عام 2009، وإنه مسؤولين بريطانيين طلبوا من الوزير الفرنسي خلال زيارته إلى بريطانيا أن يؤدي دورا في هذه العملية ضد سوريا والحكومة السورية قبل ما بدأت الثورة في سوريا بسنتين. هذا وزير خارجية فرنسي. طيب دقيق كيف ولو؟ إذا معناته ما حدث في سوريا لاحقا ليس شعبيا. بس دقيقة خليني أكمل. لا خليني أكمل. طيب عندما نقرأ في رسائل هيلاري كلينتون المسربة عندما تقول إن أفضل السبل لمساعدة إسرائيل على التعامل مع تنامي القدرات النووية لإيران هو مساعدة الشعب السوري على إسقاط نظام بشار الأسد. إسقاط الأسد سيوجه ضربة قوية لمحور التطرف وضربة قوية لإيران. إنه نقطة التمركز الوحيدة للنفوذ الإيراني في العالم العربي، وهكذا سيضعف بشكل دراماتيكي حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي وكذا. وعم أقول لك إسقاط الأسد لن يكون فقط مجرد نجاح لنا من إسرائيل، بل سيخفف أيضا من مخاوف إسرائيل إلى هنا. طيب عندما أنا أسمع هيلاري كلينتون بعظمة لسانها تقول لك إنه هذا هو مشروعنا في سوريا، طب أنا لازم أحط إشارة استفهام على الثورة السورية يعني كم شاهد؟ لا مش هحط إشارة استفهام ولا شيء خالص. طيب ليش؟ السبب الأولاني إنه كلام بكلام جدعون ليفي في يدعوت أحرنوط في مقال طويل واخذ نص صفحة لا تستطيع إسرائيل احتمال إسقاط الأسد وهو حليفها العسكري الأول في المنطقة بعد أن سقط مبارك وحليفها السياسي الأول. هذا كلام بكلام، هم ساسة بيقولوا دي وجهات نظرهم بيدوروا على مصالحهم، احنا في دورنا. لما اجي ارد بقى احنا في دورنا دايما اقول لما يكون الاكل اللي على الطاوله تركزي على انه هذه القضيه غير مفتوحه عليه. شوف يا صديقي، لما يكون الاكل اللي على الطاوله بيكفيني مش هقوم اروح البوفيه، خلاص اللي على الطاوله كفايه. لما يكون انا عندي فيصل كلثوم وعاطف نجيب في درعا قالوا للناس بعد ما حبسوا ولادهم 18 و19 طفل صبي صغير اللي حبسوه قالوا لهم روحوا خلفوا عيال غيرهم، واذا ما كنتوش هتعرفوا تخلفوا عيال احنا عندنا رجاله يحبلوا نسوانكم. انا شاهد من لا يكون انا شاهد انا مش شاهد على ان النبي قال حديث بس حدثني من لا اكذبه. اذا من لا يثور لان هذا الكلام قيل في طرف من اطراف الارض يبقى ما عندوش دم، مش لان هذا الكلام قيل له كفاحا في وجهه. الناس اللي في سوريا طيب كان الاسد النظام السوري كان ضد النظام المصري
ضد نظام مبارك لما الناس راحوا تظاهروا عند السفاره المصريه في سوريا لانهم ذهبوا يؤيدون الثوره المصريه ويرفعون شعارات الثوره المصريه. الامن يعني لعن عرض ابوهم واعتقلهم وضربهم وعمل وسوى، وكانت هذه هي بدايه او شراره انتقال الثوره من خارج درعا لتعم كل سوريا.